اللي صدمتني ان المشكله مش في الاطفال اللي ردت عليه بالطريقه دي. انا مش شايف ان دول اطفال، يعني هم يعني ما حدش يلومهم. المشكله ان اولياء الامور سايبين ولادهم على الموبايلات والسوشيال ميديا من سن صغير جدا، من غير اي رقابه. هو ما يعرفش بيكلم مين، وما بيعرفش بيشتم مين. بدل ما يدوا ولادهم كورسات برمجه وذكاء اصطناعي، لا، حتى بيدوهم حتى توعيه ازاي يستخدم التكنولوجي، ازاي السوشيال ميديا فيها رقابه تكون عليها. لا، هم سايبين الموبايلات في ايد ولادهم. وعلى فكره، معلومه ان اوروبا فيها قوانين وارشادات واضحه في بعض الدول ان اي طفل تحت سن ال 13، في كمان تحت سن ال 16، ان ممنوع يكون ليه اكونتات على السوشيال ميديا غير، او يستخدم موبايل غير الاستخدامات التعليميه المفروض يستخدمها. يا جماعه، التطور مش ان انت تدي لابنك الموبايل تقول له يا حبيبي انا جبت لك موبايل او تابلت خد العب بيه. ما هو بيلعب بيه وبيكلم ناس غريبه ما تعرفهاش، وعنده سوشيال ميديا، وبيخش يشتمني وبيشتم غيري، وبيتفرج على حاجات كتير مش عايز اقول لك، اكيد انت فاهم. وفي الاخر انت بتتصدم في الاخر ان ابنك لا قدر الله عنده حاجه معينه، عنده مشاكل نفسيه معينه، بيكلم ناس في حاجات خطره جدا، وفي الاخر بتيجي تشتموني انا كنت بوجه كلامي لاولياء الامور، لكن للاسف الخوارزميه صدمتني وراحت ودت الفيديوز للناس الاطفال. ودي حاجه بصراحه انا ما كنتش متخيلها، يعني ان في واحد 6 و7 سنين عنده سوشيال ميديا وانستجرام بيقع في